ليه دايما أحلام العبيد مسيطرة عليكم؟ ليه دايما مفيش غير اختيارين اتنين؟ يا تخرب يا تستحمل الجوع والذل والعبودية. ليه دايما بيقارن لك بالبلاد اللي خلقوا فيها حروب وخربوها؟ تخريب سوريا كان على ايديهم، وتخريب السودان كان على ايديهم، وتخريب ليبيا كان على ايديهم، وتخريب مصر كان على ايديهم، وتخريب اليمن كان على ايديهم، علشان يرجع يضرب لك بيهم المثل ويقول لك يا تستحمل الجوع والذل وقلة الأدب والإهانة والخيانة وتقف تتفرج على أرضك وهي بتتباع، وتقف مكانك مستني المصير، يا إما أنا هسرع بالمصير دون وخليك زي الدولة الفلانية. وطبعا محدش فيكم بيسأل نفسه هي الدولة الفلانية دي مين اللي خربها؟ زي الدين اللي بيفتروا عليه. يطلع الملحد من دول يقول لك شوف الغرب الملحد متطور، والمسلمين اللي بيعبدوا ربنا متخلفين، والواطي قليل الادب قليل التربيه المنافق هو واللي مسلطه. عارفين ان والله في سماه ما اتحكمت دوله بالاسلام ده كل حكامها اعداء الاسلام، اعداء العلم، بيحاربوا العلماء وبيحاربوا الاخلاق، بس هي نفس الحوار. ليه؟ ليه يا عبد دنيت من نفسك وحطيت من احلامك وسمعت كلامهم؟ طب لما العسكري يقولها انا مقتنع العسكري بيقولها ليه؟ العسكري ليه مصلحة عايز يحكمك، فدايما ما بيجيبلكش سيرة يا كده يا نبقى زي اليابان، يا كده يا نبقى زي سنغافورة، يا كده يا نبقى زي النمسا او التشيك او ماليزيا او اي دولة. هو دايما يقول لك يا كده يا العراق. طب العراق دلوقتي الدينار العراقي بقى ب5-6 جنيه، طلعت العراق من المعادلة، ما بقاش الا سوريا. يا كده يا سوريا. طب سوريا طلعت من المعادلة وبدأت تتعافى هي كمان. يا كده يا غزة. طب الحرب وقفت في غزة. يا كده يا ليبيا. يا كده مش عارف يا ايه يا ايه ايه يا اخي. مفيش يا كده يا سنغافورة. يا كده يا دولة نظيفة متقدمة. يا جاهل يا ابن الجاهل منك ليه؟ مين اللي قالك ما تعيش من غير جيش؟ ما تعمل جيش، ده انت 110 ولا 115 مليون. عين امه الضابط اللي بيروح الجيش دلوقتي بيدخل بالرشوة، وكلكم عارفين ان هو داخل بالرشوة، محدش يتحايل عليه. عشان اما يجي يقول لك هات امك تحمي الحدود، قول له يا النص عين امك، ده انت دفعت 1,200,000 علشان تدخلها، وكلكم واخدينها وراثة ابا عن جد، زي ما انتوا واخدين كل شيء، النيابة وكله والشرطة وكله. ما تعمل جيش يا اخي عايز يخدم الوطن ده فعلا. جيش يا اخي يكون رافع راية لا اله الا الله محمد رسول الله. محدش قالك ما تعملش جيش. معظم دول العالم يا راجل ما بتجيبش سيرة الجيش. انا عايش في دولة اسمها انجلترا اللي احتلت الارض بجيشها وبحريتها، الله في سماه ما بيجيبوا سيرة الجيش. ولا عمرك تسمع كلمة الجيش في النمسا ولا في التشيك ولا في سلوفاكيا ولا في سويسرا ولا في أي دولة بتهتم بالعلم. لكن في الدول المتخلفة أكبر ميزانية بتتصرف على الجيش، وبتتصرف بعد منه على الشرطة، وبتتصرف بعد منه على الإعلام، ما بتتصرفش على العلم ولا على الأبحاث ولا على أي حاجة من دي. واخد بالك معايا؟ ضياع في ضياع في ضياع. ليه يا جاهل يا اللي سافرت بره؟ ده احنا مننا 11-12 مليون عايشين بره، اكتر من نصهم في اوروبا. الحياة في اوروبا وامريكا ما علمتكش يا جلف منك ليه معنى الحرية؟ معنى ان يبقى في جيش متراقب وله ميزانية، معنى ان العسكري ما بيحكمش، وان العساكر لو دخلوا اي مكان بيفنوه، وان مش شغلانتهم الحكم ولا الجمبري ولا الخيار. ليه؟ عشان ليك مصلحة؟ علشان منتفع؟ طب اسمع، جدودنا ايام زمان الناس حذرتهم من حاجه اسمها سايكس بيكو، وقالوا لهم العرب هيتقطعوا لدول، وبعد كده فلسطين هتتاخد مننا. ما صدقوهمش وضحكوا عليهم، وقال لك معقوله فلسطين اللي احنا وعينا احنا وابونا واجدادنا والكلام ده على انها فلسطين هتتاخد مننا؟ معقوله المصري اللي عايز يسافر للعراق بعد كده هيوقفوه ويقولوا له فيزا والكلام ده؟ ما كانش حد يعرف الكلام ده، والكلام ده اتطبق. وده احنا بنحذرك وبنقول لك تاني، ابن مليك الصهيوني ده مجرد الوجه القبيح السياسي للجيش.
يخلصوا منه في اي دقيقة، يخلصوا عليه في اي ثانية ويستبدلوه لحد ما يكمل المخطط بتاعه، او غيره هيجي يكمل المخطط بتاعه. المخطط اللي بيقول تقسيم، المخطط اللي بيقول غرقها في الديون، المخطط اللي باع النيل وممكن يتطربق عليك سد النهضة في أي وقت، ينزل على دماغك ولا على دماغ اللي خلفتك وانت قاعدة على التيك توك بتعري لحمك وبترقصي. مش كده؟ كلكم كنتوا بتسمعوا يوم تنصيب ترامب وقناة الجزيرة تعمل له العبر وإيه ده؟ ما تعملوا يوم زي ده للأخلاق وتتلموا كلكم حوالين شاشة التلفزيون زي ما بتتلموا للماتشات وبتتلموا لكل شيء. براحتكم، محدش منعك انك تعمل جيش، بس اعمل جيش زي الدنيا ما بترضى عليه، زي الدنيا ما بتعمل على اصوله زي ما بيقولوا. الامن والامان اللي انت عايش فيه الناس بتتقطع رصة عندكم في الشوارع، عيني عينك. الاطفال بتتخطف بتتباع على الدارك ويب او بتتباع قطع غيار، عيني عينك. لا في امن في الاكل ولا في الشرب ولا في التعليم ولا في الصحة. امن وامان ايه اللي انتوا بتضحكوا بيه على الناس يا عالم يا منافقة؟ يا عالم يا منافقة فوق قبل ضياع الأوان. فوقوا يا عالم يا منافقة، أو إن شاء الله عنكم ما فوقتم. اللي مش هيفوق بمزاجه النهاردة بكرة رب العباد هيفوقه. ويبقى خلي الملحد ينفعك، والعلماني اللي تعلمن منكم ينفعك، والجاهل اللي جاهل منكم ينفعك. يبقى خلي أبو صلاح ومرموش ينفعك زي ما ابو تريكة نفعك قبل كده، وحسن شحاتة والخطيب كانوا نفعوا ابوك وجدك قبل كده. براحتكم، بس في دنيا كبيرة فيها بلاد كتير حلوة متطورة ممكن تقارن نفسك بيهم. ولما يقول لك فيه بلد كذا كذا مش عايزين نبقى زيها، روح دور وراها ودور ورا تاريخها وشوف هي بقت كده ليه. ومش عايز احلف لك يمين مقدم من دلوقتي ان هم السبب فيها. فوقهم، الله يرضى عليكم، او انتوا احرار. الغرب هيفضل يضرب فيكم لحد ما تبقوا جثة هامدة، وبعد كده يبقى يصحيكوا المولى عز وجل بمعرفته. شكرا.